رواية جميلة وثقت للثورة الكردية ولجمهورية مهاباد قصيرة العمر. ووثقت أيضا لخيانة الروس ثم لعبد الكريم قاسم لثورة الكرد. هي فيها انتقاد لزعماء الأكراد، الثورة تأكل أبنائها، والصراعات التي جرت ما بين الكرد أنفسهم. هو انتقاد أيضا لعدم إدراج غير العرب في السلطة، ويتكئ على مقولة لا فرق بين عربي أو أعجمي إلا بالتقوى. ثم ورد أن الوطن يمكن أن يتعدد الانتماء له بتعدد الانتماءات، فتتعدد الأوطان. فإذا أخذنا البطل فزوجته روسية، وهو عاش في العراق وعاش في سوريا ثم انتقل إلى أوروبا، فبالتالي لا يعرف إلى من سيكون هذا الانتماء، فالانتماء هو إلى كل هذه الأوطان مجتمعة. أشير إلى بعض المقتطفات التي لفتت نظري: ابتعدوا عن قراءة النصوص التافهة التي تبرز سحق الإنسان الخاص في سبيل تحقيق السياسي العام. لذلك الطبيب الذي خان أسرته في سبيل إرضاء الوطن والرفاق تحدث عن التخوين وإلقاء التهم والصراعات ما بين أبناء الثورة، كما تحدث عن العناد والتمسك بالرأي في أمور تافهة، وتحدث أيضا عن الشعور بالانتماء إلى الوطن متحول ومتغير، وعملية الغربة والوطن علاقة تبادلية. قسوة الوطن تدفع للاغتراب، والاغتراب يدفع للحنين إلى الوطن. وهناك تأملات وجودية في طرح مسألة الحرية والمعرفة، ويقول بأن تداخل عدة هويات في تكوين هوية المرء يجعله ينفتح على عدة أوطان، وبالتالي يقول الشعور بالانتماء بحاجة إلى ذاكرة مرتبطة بالمكان. كما أورد تحالف البرزاني مع إيران، وهو يفترض أن يكون عدو ضد الكرد، وهذه خيانة رفضها. ثم تحدث عن مقتل شالا في حادثة الأزبكية 1981 بدمشق في صراع الإخوان المسلمين مع السلطة. ثم تحدث عن الخوض في التاريخ يشبه السير في حقول ألغام. كما نلاحظ في الجزء الثاني، وأنا أؤيد ما قال به السادة النقاد، أن الجزء الثاني وفي حيز لا بأس به من الرواية، تتحول الرواية بحد ذاتها إلى جدال ودراسة نقدية، إن كان على صعيد الدين أو صعيد الأدب، فيخلق بعض الشواغر من أجل إتاحة الفرصة لبث أفكاره، لإظهارها من خلال نقاش هوزان مع زوجته عن أفكار طه حسين ومناقشة كتبه، كما ناقش مسألة الديمقراطية في الدين والصراعات الطائفية التي طرأت زمن الخلفاء الراشدين وما بعده، وكذلك حديث هوزان الطويل مع الطبيب النفسي لعرض أفكار الكاتب: الحياة أقوى من كل محاولات جمع وسحق التنوع والتعددية والحرية. أشير هنا فقط إلى نقطة عندما أورد عن العميان، يحاول أن يقول أن حتى الأعمى يستطيع أن يقود، فأورد مقولة للسيد المسيح يقول: أعمى يقود أعمى كلاهما يقع في حفرة. وهذا القول للسيد المسيح كما قلت، وقد ورد على لسان هوزان بطل القصة الثاني، وهو يقول إن تلك المقولة غير دقيقة، ثم يشرح كيف أن الأعمى يمكنه القيادة ربما أفضل من المبصر الذي نشر الدمار والخراب في البلدان. فقد أشير إلى أن ما ورد عن العميان من قبل السيد المسيح كان إشارة واضحة إلى الفريسيين أو المتشددين اليهود الذين وجده المسيح يضلل الناس بتعليمهم لحقائق خاطئة، لكونهم أصلا مضللين وغير عالمين بالحقائق ومدركين لها، بمعنى أنهم عميان عن الحقيقة وجهل، فكيف سوف يقوم بإرشاد غيرهم؟ بحاجة لإرشاد وتوعية. باختصار كان يقصد عمل قلب وجهل القلب العقل بالحقائق، وليس العمل الجسدي كما ذهبت إليه الرواية، لذا وجب التنويه. أمر آخر ورد في القسم الثاني من الرواية كما قلت: يكون هوزان الابن هو بطلة، تأتي على شكل أشبه ما يكون وعاء للكاتب ليصب أفكاره ومفاهيمه على لسان البطل، إن كان على صعيد الأدب أو الدين، ويغيب فيها الحدث وتطغى المعلومة الفكرية أو الدينية. ثم يورد مقولة عن مقولة أن يقول: تسقط مقولة المسيح إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بقلبه، ويبرر سقوط المقولة بأن ليس كل حالة عشق مصحوبة بالجنس. هذا يعني مرة أخرى عدم قراءة الآية الإنجيلية كما وردت. تقول الآية: كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها،
فقد زنى بها في قلبه. والشهوة بالطبع تعني الرغبة في الجنس والمواقعة. فالموضوع ليس أن موضوع أن تعشق امرأة عشقا، هذا هو ما ذهب إليه السيد المسيح، وإنما من نظر إلى امرأة ليشتهيها في أو الرغبة في الزنا أو في المواقعة. لم نفهم في خلال الجزء الثاني من الرواية من يعالج من. هل الطبيب النفسي يعالج المريض هوزان، أم أن الأخير بمواعظه للطبيب والذي أخذت حيزا كبيرا جدا هو الذي يقوم بعلاجه؟ ثم وردت إشارة صغيرة كنت أود أن يتم عدم الإشارة إليها، وهي أنه عندما كان هناك طفل يسترق النظر إلى السروال الداخلي لفيفيان المسيحية كما يقول في هذه الرواية. أنا أعتقد أن أنا أيضا كاتب وقاص، لا أورد مثلا فيفيان المسيحية أو عبير المسلمة أو سمر الدرزية أو اليزيدية. فمن باب أولى أن لو قلت مثلا أن الإشارة إلى السروال الداخلي لفيفيان وكفى، هذا يعني يعطي الحدث ويعطي الأمر ذات المعنى. تنسى كأنك لم تكن عنوان قصيدة محمود درويش. بالطبع كلنا عند الرحيل نأتي إلى مرحلة النسيان حتى لأقرب الأحبة، ويدور الزمان وتدور عجلته وكلنا نكون تحت رحى حجر الطحان. أشكر جميع الموجودين، سرتني هذه الجلسة الرائعة والماتعة. شكرا الساردون المغردون.